هنبتدي النهاردة وهنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تفك بها الكرب وتحل بها العقد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة قصتنا الجديدة مع أخونا من المغرب، كان عليه دين 2 مليون وربنا فكها عليه بسبب الاستغفار. بيحكي وبيقول، بيعرف بنفسه ان انا من المغرب، في مكان هناك اسمه مدينة اسمها فاس. بيقول ان انا كنت واقف الفجر قدام بيتي وكنت عمالة اعيط بسبب ان عليا ديون 2 مليون درهم، وان البنك هيحجز على بيته الصبح. واقف وبيقول يا رب انا مليش غير بابك. وبيقول اللي حصل لي بعد 40 يوم ما كنتش مصدقه. بيحكي عن نفسه، بيقول ان انا يوسف كان عندي مصنع صغير للفخار في عام 2021. الدنيا وقفت معايا بسبب كورونا والبضاعة اتركنت، واستلفت من البنك عشان اصرف على بيتي وعلى العمال. وقال ان شاء الله اول ما السوق يشتغل هسدد الديون. ولكن حصلت المفاجأة ان الفوائد كبرت عليه وبقى عليه 2 مليون درهم في 6 شهور. مراته قالت له خلاص بيع البيت ونسدد منه القرض اللي احنا خدناه. قال لها لا، ده بيت ابويا وامي وانا مش هبيعه حتى لو هموت فيه ولا بيعه. بيقول انا كنت راجع من البنك مكسور، وهو ماشي عدى على مسجد كان فيه امام كان بيدي درس، فالميكروفون كان صوته عالي، فسمع الامام ده وهو بيقول حديث شريف: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بيقول انا رحت البيت وفرشت سجادة الصلاة، تمام، وقلت يا رب انا مش هعمل حاجة غير ان انا استغفر، ودي اشارة منك ليا. المهم بدأ يعمل كل يوم يستغفر بعد الفجر 2000 استغفار، وبعد العصر 2000 استغفار. وكان بيقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، ما كانش بيدعي بحاجة تانية غير الاستغفار. بيقول عدى 25 يوم ومفيش حاجة اتغيرت، لكن اليوم ال26 كان في حد في متغرب في فرنسا كان شايف شغلي على السوشيال ميديا اللي انا كنت بنزله في الاول وكنت بشرحه، كنت بقول ايه الدنيا يعني معايا. المهم دخل على الصفحة وطلب مني اوردر ب300 ألف درهم، ودفع النص مقدم. طبعا بالنسبة لأهل المغرب عارفين الدرهم أو المبلغ ده كبير أو صغير عندهم، تمام. وبعديها بأسبوع بيقول جالي عميل تاني من أسبانيا، وبيقول في ال40 يوم دول سددت كل ديوني وفضل معايا فلوس كمان، وربنا كرمني وفتحت خط إنتاج جديد. لما الناس جيراني سألوني انت عملت ايه عشان تسد ديونك؟ قال انا ما عملتش غير اني رجعت لربنا وقعدت استغفر. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كتير. استغفر الله العظيم واتوب اليه. فانا بقول لكم لو انتوا في ضيقة، اي حد بيسمعني، فجربوا اللي جربوه يوسف وناس كتير وربنا فتح عليهم. عايزين نعمل حملة الاستغفار، نخلي حياتنا كلها استغفار، صبح وليل استغفار، صاحيين نايمين الاستغفار، سواء بالسبحة، سواء على ايدينا، سواء بالسبحة الالكترونية. هاتوا السبحة الالكترونية دي عاملة زي الخاتم وتلبسوه في اي وقت، بتسبحوا بتستغفروا ربنا طول الوقت، تمام.
وإن شاء الله كلنا من النهاردة نبتدي نستغفر، والاستغفار يبقى في لساننا على طول. مش بيقولك ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فاحنا بنستغفر ربنا يعني باللسان. اللسان مش هيتعب، بدل ما نقعد نتكلم ونحزن على عمرنا اللي راح ونجيب سيرة فلان وفلان، لا، نذكر ربنا. والنهاردة نبتدي النهاردة الحملة الاستغفار، كلنا نستغفر. وانزلي في الكومنتات وكلنا نستغفر عشان كلنا نكون سبب. وان شاء الله هتيجوا تدعولي في يوم من الايام، وزي ما ربنا كرم الناس كلها وربنا كرمني هيكرمكم انتوا كمان ان شاء الله. وان شاء الله هنزل دروس عن الاستغفار، ازاي اللي الواحد يبتدي يستغفر، ويعني ايه استغفار، والاستغفار بيعمل ايه في حياتنا، بيعمل ايه في الانسان ذات نفسه، في جسم الانسان ذات نفسه ان شاء الله. واشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة مع مستغفر ومستغفرة جديدة حققوا حلمهم بفضل ربنا. ثم الاستغفار، الاستغفار باب من ابواب الجنة. الاستغفار كنز يا جدعان، كنز 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 لكل من جربه. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.